نعم. يذكرون من كتم العلم أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب أضواء البيان مفسر معروف الإمام، أنه كان يغشش الطلبة بالامتحانات يغشش الطلبة، يسألونه شنو حكم شنو إجابة هذا، إجابة يعلمهم أبدا، يعلمهم الإجابات بالامتحان. فبعض الطلبة الجيدين اللي يدرسون وكذا ما عجبه هذا الوضع، فذهب إلى مدير الجامعة يخبره بهذا. من مدير الجامعة؟ الشيخ بن باز. قال ترى الشيخ الشنقيطي يجيب أسئلة الامتحانات للطلبة. فالشيخ بن باز طلب الشيخ الشنقيطي يأتي، فجاءه فقال جاءنا بعض الطلبة أن تتعلم الطلبة الامتحان. قال لي صحيح. قال نعلمهم. قال لماذا؟ قال يسألونني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم يعلم فكتمه ألجم يوم القيامة بالجام من النار. فيسألوني أجيبهم. فقال له الشيخ بن أعلم بس هذا امتحان حتى تعرف درجاته وتكون شهادات صحيحة. قال يعني عشان امتحاناتكم يدخلون النار؟ اللي يسأل يبي جوه، ما علي منكم من شهاداتكم، ما تهمني شهاداتكم هذه، لن أدخل النار عشان شهاداتكم، اللي يسألني بجاوبه. قال خير. مشكلة الشنقيطي الشيخ ابن باز وما يقدر ابن باز كلمة يعني. فقال الشيخ ابن باز خير إن شاء الله. ثم نادى قال لا خلونا يراقب على الاختبار بس ما يملك شيء يعني عليه.